قدامك 5 ثواني بالظبط وتجاوبني بصراحة، انت فعلا حظك وحش ولا انت اللي بتخاف تاخد القرارات؟ ما انت يا ابراهيم، انت جاي تندهش هنا ولا ايه؟ ناس كتير لما يقعوا في مشكلة أول حاجة يفكروا فيها إن الحظ وحش أو إن الناس ظلموني أو إن الدنيا جاية علي، بس قليل جدا اللي عنده الشجاعة إنه يبص في المراية ويسأل نفسه بصدق، طب أنا اخترت إيه؟ كنت فين لما كان لازم أقرر؟ وليه دايما بلوم الدنيا وما بلومش قراراتي؟ الحقيقة اللي لازم تعرفها واللي بالمناسبة أنا وأنت عارفين إنك بتتهرب منها، إن حياتك مش ماشية بالصدفة، كل خطوة وصلت ليها وكل مكان أنت واقف فيه دلوقتي وراه قرار أنت اللي أخدته بمزاجك أو سبته يتاخد بالنيابة عنك. فخليني أسألك بصراحة، هو مصيرك كان فعلا حظ ولا كان دايما في قرار انت اللي خفت تختاره؟ ومعلش ملحوظة مش مهمة، شكلك مش واخد بالك اني جبت كرسي جديد، بارك لي بقى، لايك شير اشتراك تفعيل زر الجرس اي حاجة ان شاء الله لو كومنت. يلا بينا. عارفين يا جماعة ساعات بنبص للقرارات على إنها الحاجات المصرية بس، زي هتتجوز مين أو هتدخل كلية إيه، لكن الحقيقة اللي بنغفل عنها إن حياتنا عبارة عن مكعبات صغيرة، كل قرار بتاخده حتى لو تافه في نظرك هو طوبة بتحطها في طريقك، وفي الآخر بتلاقي نفسك قدام مبنى كامل أنت اللي بنيته طوبة طوبة. ولازم تعرف إن كل مرة بتقول فيها لحاجة أنت فعلا بتقول لا لحاجة تانية خالص من غير ما تحس. يعني لما تختار تقعد بالساعات قدام الموبايل بالليل وتسهر، أنت كده قررت ترفض نشاطك وصحتك وتركيزك تاني يوم. ولما تختار إنك تبلع الكلمة وتسكت وقت ما كان لازم تتكلم، أنت أخذت قرار برفض المواجهة ووافقت إن حقك يضيع. الموضوع عامل زي البذرة، ممكن ترميها النهاردة وتنسى مكانها، بس تأكد إنها بتكبر تحت الأرض. والقرار اللي أخذته وأنت عندك 20 سنة ممكن يحاوطك بنتيجته وأنت عندك 30 سنة. بص، مفيش حاجة بتروح هدر حتى لا قرار. يعني لو قلت هأجل الموضوع ده لبكرة، ما تبقاش واهم نفسك إنك ما خدتش قرار، لا أنت خدت قرار فعلي اسمه التأجيل، وده له ثمن وغرامة هتدفع قدام. وخليني أحكي لك قصة بسيطة بنشوفها كل يوم. شاب كان شايف إن المذاكرة تقيلة على قلبه، فكان كل يوم يقرر قرار بسيط جدا، حنام ساعة كمان وحقوم أكسر الدنيا. الساعة بقت ساعتين واليوم بقي أسبوع. هو في نيته ما خدش قرار إنه يفشل ولا عمره تمنى لنفسه السقوط، بس هو أخذ سلسلة قرارات صغيرة بالراحة والنوم، كانت نتيجتها الحتمية والمنطقية إنه يفشل في الآخر. الفكرة مش في الخطة الكبيرة، الفكرة في الخطوات الصغيرة اللي بتمشيها كل يوم وأنت مش واخد بالك هي مودياك لفين. وعلشان كده يا صديقي، وقبل ما نلوم النتيجة، لازم نوقف وقفة صريحة ونبص على المطبخ اللي بتطبخ فيه قراراتنا. لازم تسأل نفسك بجد، أنا إزاي باخد قراراتي؟ خلينا نكون صريحين مع بعض. في مننا اللي قراره عامل زي طلقة الرصاص، بياخد القرار بسرعة واندفاع وبدون تفكير في اللي هيحصل بعد كده. وفي اللي قراره مسلوب، يعني بيسيب الناس هي اللي تختار له ويفصلوا له حياته على مقاسهم هم مش على مقاسه هو. وفي نوع ثالث وده الأصعب، وده اللي بيخاف يختار أصلا، فبيمشي ورا الأسهل مش علشان هو الصح لكن علشان هو اللي مش محتاج مجهود. يا جماعة في فرق السماء والأرض بين القرار المرتب والقرار العشوائي. القرار الصح ممكن يكون طعمه مر دلوقتي زي الضوء بالظبط، بس هو اللي هيخليك تقف على رجلك بكرة. أما القرار اللي بيريحك لحظيا وبيديك مسكن، ده غالبا اللي بيرجعك 100 خطوة لورا بعدين. علشان كده لما تيجي تختار، حط ال4 قواعد دول قدام عينك، خد وقتك، مفيش حد بيجري وراك. كلمة لازم دلوقتي دي هي اللي بتخبطنا في الحيط. اهدى، الدنيا مش هتطير، فكر بعقلك مش بعاطفتك. المشاعر متقلبة زي الجو، لكن العقل والمنطق هم اللي بيثبتوا في العواصف. استخير ربنا، ودي أهم ركن، لأنك بتسلم أمرك لعالم الغيب، للعالم الخير فين حتى لو أنت مش شايفه دلوقتي. استشير حد حكيم، وهنا لازم تخلي بالك إنه مش أي حد ينفع تستشيره، لازم يكون شخص قلبه عليك وعقله يوزن بلد، مش مجرد حد بيقول لك اللي أنت عايز تسمعه. وخليك عارف إن القرار الصح مش شرط يبهرك ولا يعجبك في أوله، ساعات بيبقى تقيل ومحتاج عفرة، بس لو اتبنى على تفكير صح واستخارة بصدق، هيجي يوم تقف فيه وتشكر ربك وتطبطب على نفسك وتقول الحمد لله إني أخذت القرار ده. وأول ما تبدأ تاخد الخطوات اللي فاتت دي وتفرمل اندفاعك وتفكر بعقلك، هتلاقي نفسك خبطت في أكبر حيطة بتقابلنا كلنا. سؤال بيفضل يزن في دماغك، أختار إيه، الصح ولا السهل؟ بصوا يا جماعة، في حقيقة مرة أغلبنا بيحاول يغمض عينه عنها، وهي إن في خناقة دايما بين الاختيار الصح والاختيار السهل. الاختيار الصح عامل زي طلوع السلم، في الأول بياخد منك مجهود، نفسك بضيق وبتحس إنك تعبان ومحتاج تعافر في كل خطوة، بس الحقيقة هو ده اللي بيبنيك، هو ده اللي بيكبرك، وهو ده الوحيد اللي حيوصلك للقمة في الآخر. أما الاختيار السهل فده عامل زي الزحليقة، مريح جدا، شكله لطيف ومحتاج يدوب زقة وتلاقي نفسك نازل ومستمتع بالهواء، بس للأسف آخره دايما بيكون في القاع، بيريحك دلوقتي بس بيسيبك تكتشف بعدين أن
انك ضيعت وقتك وخسرت فرص كان ممكن تنقلك في حتة تانية خالص. خليني اضرب لك مثال بنشوفه في حياتنا كل يوم. تخيل 2 صحاب، واحد قرر انه يدوس على نفسه شوية وكل يوم يخصص ساعة واحدة بس يطور فيها مهارة عنده، يقرأ كتاب او يتعلم حاجة تفيده في شغله. ده اختار الصح رغم انه كان ممكن ينام في الساعة دي. والتاني قرر يريح دماغه، يقلب في الموبايل، يشوف فيديوهات ملهاش لازمة ويقول لسه العمر قدامي. بعد كام شهر الفرق بينهم مش بيكون في شوية معلومات زيادة عند الأولاني وبس، لا، الفرق بيبان في هيبتهم، في ثقتهم بنفسهم، وفي نظرة الناس ليهم. واحد بقى بيطمح في مكان أعلى والتاني لسه واقف في مكانه بيسأل هو الحظ معاندني أنا ليه؟ علشان كده وانت قاعد مع نفسك دلوقتي اسأل نفسك بصدق، هو أنا بختار الطريق اللي بيريحني دلوقتي ولا الطريق اللي بجد هيوصلني؟ بس خليني أقول لك على السر، مش كل الوعود اللي بنوعدها لنفسنا سهلة، ومش كل الطرق اللي بنمشيها ليها رجعة. فلازم تعرف إن كل اختيار بتختاره مش بس له نتيجة لكن كمان له وزن. أصل بصوا يا جماعة، ربنا رحيم بينا وجعل في قرارات في حياتنا زي القلم الرصاص، يعني لو غلطت فيها ممكن تمسح وتصلح. زي انك تدخل كورس وتكتشف انه مش مجالك، عادي، هتخسر شوية وقت وفلوس بس هتغيره. او اشتريت حاجة وندمت عليها، بسيطة، مش هتستخدمها تاني والموضوع خلص. دي كلها قرارات خفيفة الوزن جروحها بتلم بسرعة. لكن في قرارات تانية عاملة زي الحبر على ورق ابيض لا يمكن ترجع فيها ولا بتمسحها الايام. قرارات بتسيب علامة مش بس في حياتك، لا، دي ممكن تسيب علامة في روحك او في حياة ناس ثانية ملهاش ذنب، ومهما حاولت تمسح الاثر بيفضل موجود. عارف زي ايه؟ زي لما تاخد قرار انك تدخل علاقة غلط وانت عارف انها غلط. القرار ده مش مجرد وقت ضاع، ده ممكن يكسر فيك حتت محتاجة سنين علشان تترمم تاني. او قرار انك تضيع فرصة شغل جات لك لحد عندك بدافع الكسل او الخوف، فتفضل طول عمرك بتسأل نفسك كان حيحصل ايه لو وافقت. او اصعبهم بقى قرار في لحظة غضب، كلمة تطلع منك تكسر بيها حد بتحبه او تقطع علاقة عمر، وفي لحظة واحدة تكتشف انك خسرت انسان ما كانش يستاهل منك كده. والندم ساعتها للاسف مش بيصلح اللي انكسر. علشان كده يا صديقي، قبل ما لسانك ينطق بكلمة ماشي وقبل ما عقلك يقول تمام انا قررت، بالله عليك فكر مرتين. اسأل نفسك السؤالين دول، هو القرار ده ينفع ارجع فيه لو ندمت؟ ولو ما نفعش هل انا بجد مستعد اشيل شيلته واتحمل نتيجته طول عمري؟ طيب لو دلوقتي بتقول لنفسك يا محمد انا فعلا اخذت قرارات غلط كتير ولبست في الحيط، هل كده خلاص حياتي انتهت؟ بص يا صديقي، انك تاخد قرارات غلط او تمشي في طريق وتكتشف في اخره انك ندمان، ده مش معناه ان حياتك ضاعت، ده معناه انك بشر. الغلط وارد وطبيعي وبيحصل لنا كلنا، بس عارف ايه اللي ضيعك بجد؟ انك تفرمل في نص الغلط وتفضل واقف ندمان، او الاسوأ انك تكمل فيه وانت عارف انه غلط. ارجوك لما تغلط ما تلومش المصير، اللوم مش هيرجع ساعة زمن لورا ولا هيصلح اللي انكسر. اللي هيبنيك بجد ويخلي غلطتك دي قيمة هو انك تقعد مع نفسك وتتيقن انك اتعلمت الدرس. يعني مثلا لو اخترت في لحظة كبر او غباء انك تبعد عن ناس كانت بتحبك بجد واكتشفت بعدين انك خسرت سند غالي، ما تقعدش تحط ايدك على خدك وتقول هو ده نصيبي، لا، النصيب انك لسه عايش وعندك فرصة. ارجع اعتذر وصلح اللي تقدر عليه، والاهم انك ما تكررهاش تاني. لو دخلت مجال دراسة او شغل مش مناسب ليك وحسيت انك ضيعت سنين في حاجة ملهاش قيمة، ما تقولش انا ماليش حظ، لا، قول انا تعلمت وعرفت انا عايز ايه وعرفت قيمة الوقت وهاخد بالي في اللي جاي ان شاء الله. المشكلة يا جماعة عمرها ما كانت في الغلط نفسه، الخطير بجد هو انك تتعود على الغلط او تبدأ تبرره لنفسك علشان تريح ضميرك او تسكت وتستسلم ليه. افتكر دايما ان كل غلطة هي في الحقيقة درس خصوصي من الدنيا ليك، وكل درس هو فرصة جديدة انك تبدأ بداية انضج واذكى واحسن بكتير من اللي فات. وفي النهاية يا صديقي، عايزك تفتكر حاجة واحدة بس وتخليها بوصلة ليك، انت مش مجرد راكب في قطار الحياة قاعد مستني يتفرج المحطة اللي جاية هتكون فين. انت السائق، انت اللي ماسك الدركسيون، وانت اللي بتحدد السرعة، وانت اللي بتختار الطريق اللي هتمشي فيه. كل يوم بيعدي عليك وكل لحظة بتعيشها وكل موقف بتتحط فيه ما اسموش تضييع وقت، اسمه انك بتكتب سطر جديد في قصة طويلة جدا اسمها حياتك. وخليك عارف ان كل سطر بيتكتب وراه قرار، وكل قرار بتاخده وراه مصير بيتشكل. علشان كده بالله عليك ما تستسهلش وما تسمحش لأي حد في الدنيا مهما كان قريب منك انه يمسك القلم ويكتب مكانك او يختار عنك. فكر كويس واختار صح وتوكل على الله، لان الحقيقة اللي لازم تواجه بيها نفسك هي ان مصيرك مش حظ، مصيرك في قرارك. وبس كده، ما تنساش بقى تشاركني في التعليقات ايه اكتر قرار قررته وغير حياتك. دمتم في امان الله، والسلام عليكم.